ضرب. يعني هم ضربوا يوم الاثنين في قلب الفصل، فعلم على دراعه زي ما حضرتك شايفه في الصوره. فالمدرسات اللي في المعهد خدوا الولد على جنب وقالوا له لو بلغت والدك بالضرب ده المعهد هيتقفل ومش هتلاقوا مكان تتعلموا فيه. فالواد خاف يبلغني، فداخل يوم الاربع الصبح فلقاه بيضربه تاني. قال له يا استاذ ما تضربنيش عشان انا لسه ظهري بيوجعني، لو ضربتني هقول للبابا. قام ماسكه من شعره وقال له انت هتهددني بابوك، ينعل ابوك. وقام نازل ضرب على ظهره بالخرزان. ايه ده؟ بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. فانا رحت قدمت شكوى في النيابه العامه، وقدمت شكوى في الاداره الازهريه في شبين، وقدمت شكوى في النيابه الاداريه في بركه السابع. دخلت المستشار النيابه الاداريه، فكان معايا المحامي. لقيت ان سياده المستشار بيكلمني باسلوب يعني في شده وفي غلظه، وايه اللي يثبت كده وانت بتشتكي المدرس وانت. طب احنا نعمل ايه؟ طب عندك شهود؟ طب شهود ايه؟ المدرس ضارب الولد في قلب الفصل. هجيب زمايله اللي عندهم في 6 ابتدائي يشهدوا بالمنظر ده؟ فانا طالع مع حضرتك دلوقتي عشان اقول هم كلمتين. سيد فضيلة الامام احمد الطيب شيخ الازهر، هل يرضيك هذا؟ هل هذا يرضي الله؟ هل الدين الاسلامي اللي احنا بندور عليه في الازهر بيقول كده؟ ان كنتوا فصلتوا الطالب الكاذب اتفضلوا بقى شوفوا هتتصرفوا ازاي مع المدرس صح ده. صح كده. طيب يعني حضرتك دلوقتي ده عنده كام سنه ابن حضرتك؟ في 6 ابتدائي حضرتك 12 سنه. يعني 12 سنه. فاحنا بس بتخيل انه الطالب اللي عنده 12 سنه، لان اكيد في من حاله ابن حضرتك كتير، لما يكون الطالب بيتعرض للتعذيب بالشكل ده وللضرب بالشكل ده، انا متخيله الجيل اللي هم عايزين يطلعوا جيل شكله عامل ازاي. يعني الطالب اللي بيشوف كل ده وهو عنده 12 سنه، انا متخيله دول هيطلعوا عاملين ازاي. هينتموا الى داعش حضرتك. مظبوط. هيروحوا فين؟ خريجي الازهر دول هيبقوا ايه؟ هيبقى وضعهم ايه؟ الطفل ده دلوقتي مش عارف يبص. حضرتك في الصوره اللي انت شايفاها اللي انت عرضها، الطفل ده بقى له دلوقتي من يوم الاثنين اللي فات مش عارف ينام على ظهره.